الله ما سلطوا علينا، القانون والدنيا والعالم هي اللي تسلطت علينا، لأنه بس ما في قانون عندنا. لكن لو كان في فصل الدين عن الدولة وكان في قانون يحمي المرأة باليمن ما كنت هربت. كان لما نحن كنا ننضرب من أول مرة كان والله العظيم حقنا خرج، ما كنت هربت ولا كيف يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. بيجي يوم بتندمي صدقيني. ايه بيجي يوم وبندم اني ما هربتش من اني عمري 7 وعمري 8. بيجي يوم وبندم انه انا اتولدت عندي اخوان من الاب بدون وجه حق كانوا يقلدوا فينا. انا بصراحة ندمانة. بيجي يوم وبندم انه اختي ليش ما هربتش امل، ليش انتظرت جنبهم لحد ما انقتلت لما ماتت ناقص عمر. ايه بصراحة ندمانة اكيد يا غالية. انتي يا سكرانة؟ لا ماني سكرانة والله، مصحصحة اكتر منك واكتر من مليون زيك، بس هو هذا اللي يغطي الشمس بغربال. لما وحدة تتكلم وقعت تقولوا لها انتي سكرانة. تعلمتم تغطوا الشمس بغربال. كل ما الوحدة موجوعة، كل ما الوحدة اضطهدت بحياتها قلتوا لها انتي سكرانة. ايه السكرانة هذه؟ ايش مفهومك عن الشرب؟ لاني شربانة ولا اني سكرانة، وانتوا عارف انه انا مش سكرانة، بس انتوا تغطون الشمس كده بغربال، تكذبوا تغطون الشمس بعاداتكم لانه انتوا تخافوا اني افسد بناتكم. ايوه يا بنات اللي عايشة دحين نفس عيشتي أنا عند الأخوان من الأب هي فاهمتني. يا بنات نصيحة لوجه الله، لو أنت مضطهدة من أخوان من أب ولا أخوان من أب وأم، مضطهدة بدون وجه حق، يدوك بدون أي أسباب، يقلدوك بأسلاك كهرباء أو بعصيان ويكسروك ويعلوك ويضربوا أمك بدون وجه حق، أهربي. لا تجلسي تحت رحمة ناس ساديين. هدول ساديين، لما تكبروا بتفهموا ايش معنى الساديين. أنا طول حياتي ما كنت أفهم ايش معنى السادية، لما كبرت فهمت بعدين الساديين. نحن جينا على ناس يحبوا يضربوا، بس هم الكوميونيكيشن اللي كان بيننا، الرابط اللي بيننا إنه نحن أخوان عن الهوية، بس هو هذا. بس أنا بوصل صوتي وصوتي بيوصل. أنا دحين عدني بدأت. ليش دحين بدأت؟ ليش أنا اللي 10 سنوات هاربة وما تكلمت؟ أنا اللي جي يقول لي وسام السويلمي اغتصبت من أبوها، وحدة سعودية اغتصبت من أبوها. أنا دائما الكومنتات تطلع لي كده، وسام السويلمي اغتصبت من أبوها وما عملت اللي انتي عملتيه. أول نقطة، وسام السويلمي اغتصبت من أبوها على طول بجواز السعودي الأخضر اللي عزه، قطعت تيكت وراحت دايركت لألمانيا وقدمت لجوء، والحكومة الألمانية قد أخذت لجوءه. أنا لما أنا هربت من عمري 19 أنا عندي جواز يمني يا محترمين، جواز يمني ما يقبلني. الإمارات إمارات وهي نفس دولة عربية زينا، ما رضت تعطيني إقامة. أنا جلست أكافح 10 سنوات أجمع فلوس بال10 سنوات، وبالأخير أعطيتها لمهرب، والمهرب خلاني 3 شهور بالطريق، بعدين دخلني على هولندا. عرفت مش الفرق بيني وبين السويلمي لو تطلع بيوم من الأيام وهي لابسة كت ولا مخشلعة ولا شيء أنا بلومه. ما انت يا بنتي ما تبهدلتي اللي أنا تبهدلته، انت ما نقطة بحري من البهدل اللي أنا تبهدلته. انت أبوك اغتصبك، خدتي جوازك السعودي الأخضر المعزز المكرم لهولندا لألمانيا وقدمتي لجوءك. أما أنا هربت وعمري 19 لكن جلست 10 سنوات أحاول أجي ألمانيا زيك. انت بالجواز الأخضر، أنا جوازي الكحلي مرضى يقبلني يا غالية. عشان كده فلما ما في أوجه شبه بيني وبين هادي وسام السويلمي. أنا لو كنت أول ما هربت من أخواني لألمانيا أو لهولندا ما كنتوا شفتوني أصلا على السوشيال ميديا. ما أنا على طول بكون هربت. لكن أنا جلست أعاني بالدول العربية، جلست بالعاصمة صنعاء 6 سنوات، جلست بمصر 2 وانتوا عارفين إيش معنات مصر. ومصر ما حد يروح إلا سياحة، ما يعيش فيها إلا وهو متكدر. عشت بالإمارات بدون إقامة، قصة تخبط من مكان لمكان، مرة أنام هنا مرة هنا. تبهدلت أنا أكتر إنسان تبهدل. أنا كنت أعيش بسكن مشترك بدبي، وهي دبي. لما كنت أقول لحد أنا بدبي يفكرون إني عند برج خليفة، أتاري أنا بسكن
مشترك مع 24 بنت، طابور على حمام، طابور على مطبخ، سرير منه كده، مرة سلكي يسترق، مرة حقي الكيبل يسترق، مرة ملابسي تسترق، ما أعرف من اللي سرقه. بيش تجي تقارنوا هدي وسام السويلم اللي اغتصبت من أبوها وتجي تقارنيني أنا وأختي؟ ما أنا لو كنت زي أول ما هربت من بيتنا على طول هربت لدولة وقدمت فيها لشو ما كنتوا شفتوا لي صورة. لكن أنا تبهدلت، أنا فلوس عشان بس أقدمه للمهربين يدخلوني لداخل هولندا، دفعت شقة 10 سنوات قاس أجمع فيه. لكن الجواز السعودي حق وسام السويلم اللي انتوا تقارنوني فيها، هي على طول مشت على طول بأول طيارة. عرفتوا إيش الفرق بيني وبينه؟ طب ليه ما تحتشمين في ملابسك؟ ما أؤمن إن الحشمة، ما أؤمن أنا بالحشمة. أنا كنت جلبابي من راسي لا رجلي، وكنت انجلد بأسلاك كهرباء، فاكسكيوز مي من حضرتكم، أنا ما أؤمن بوجود الحشمة. الحشمة إنه أنا ما أخذ أسلاك كهرباء وأضربك، هي دي الحشمة، هي دي الحشمة بعين ذاته. لكن إني تيجي تقول لي باينة رقبتك، ما أنا كنت زي أختي أمل، كنت انجلدت وكانت الآن الديدان تتهنى بقسمي. ليش ما خليني اتهنى أنا فيه؟ ما تجي تقول لي الحشمة. الحشمة حبيبي إنك ما تستقوى على اللي ضعف منك. الحشمة ما تاخد العصا اللي تعمل فيها العصيد وتكسر على مرة أبوك وخواتك من الأب، هي دي الحشمة. هذه الحشمة الصح، هذه الحشمة اللي بتدخل فيها الجنة، هي دي الحشمة. ما تجي تقول لي الحشمة انك تغطي لحم، مدى اللحم كان ينقلد قلب بدون اي اسباب، وانا بنت 12 وبنت 13 وبنت 7 وبنت 8 وبنت 10 من ناس ساديين، بيش نفعتني الحشمة؟ فلا تجي تغطي لي الشمس بغير بال اخوي ولا اختي، لا تكذبوا على حالكم. عادي اللي يشوفني وانا يقول لي انت تفسدي بناتنا، والله الله يعيشني فوق العمر عمر عشان اقيس اعلم بناتكم بالهروب من الباطل. اي بنت مضطهدة اهربي، بجلس هذا الصوت اللي معي أنا ما بغيره، هذه نبرة صوتي من دحين لما أدخل قبري. يا بنات، أي بنت مضطهدة من شخص سادي ما يسمى أب أو ما يسمى زوج أو ما يسمى أخوان، أهربي والله بيفتح لك مليون طريق. شوفي أنا هربت من عدن لصنعاء، فلوس حتى حق الباص ما كان عندي، بيوم وليلة أوكي أتعذبت اتبهدلت، هذا أكيد يعني ما أنا هربت بدون فلوس، أنا هربت بدون فلوس. لكن الله رحمني وقبر بخاطري وصلني لا داخل هولندا وصلني أدو الآن مرتاحة، ومن كتر الراحة طلعت الكبت اللي كان فيني، كبت 30 سنة من حياتي واني ساكتة وصابرة. أكيد أعرف الله، ولو كان الله ما راضي عني ما كان وصلني لهنا. على فكرة الكومنتات ناس وسخين، ناس ظلمة، الله يطعمكم إن شاء الله نفس ما طعمنا، قولوا آمين. love you too يا غوالي، شكرا. أمك وين؟ أنا هربت زمان، أنا قلت زمان لأمي مهربي معي، قالت لي بيغتصبون الرجال، ما رضت تهرب، هي قالت، قلت لها يما خلينا نهرب، عيال زوجك يغتصبونه كل يوم، بس ما يغتصبونه اغتصاب جنسي، يغتصبونه بأسلاك المكيف، يكسروك انتي. أنا أمي طول حياتي شوفها مكسرة تكسير. قالت لا ليش؟ لأن هي مسكينة زرعوا براسه إنه الوحدة لما تهرب يغتصبونه، ما زرعوا براسه إن اللي يشتري كرامته يعيش بحياة أفضل، ما زرعوا براسه ده، بالعكس زرعوا براسه إنك تهربي بيغتصبونك الناس، بتهربي بتتبهدلي، لدرجة إنه كنت أقول لأمي تعالي يما نهرب، تقول لي لا بيغتصبوكم وأنا حرمة عجوز عمري 70 بيغتصبوني. ولا ما حد بيغتصبك يما خلينا نهرب، لا بيغتصب فين ما نروح. ايوه كانت تقول كده أمي لأنهم علموها كده. وتقول تسألوني بعدها من فين جبتي فلوس التهريب؟ فين جبتي فلوس التهريب؟ على أساس بتخرسني يعني؟ ما أنا 10 سنوات وأنا أجمع، ما أنا 10 سنوات وأنا أتبهدل، ما أنا 10 سنوات وأنا أحرت على نفسي، 10 سنوات ما كان عندي سند، 10 سنوات لحالي، ما رضت محكمة تزوجني، رحت عند الشيخ وأنا إيدي بإيد الرجال وأقول له يا شيخ زوجني،
قال لي أنا إيش ليش فين أهلك؟ قلت له ما أقدر، أنا هربانة قد لي سنوات بصنعاء عندكم. قال لي ما بزوجك. ليش يا شيخ؟ قال لي بكرة أهلك يطلعوا ويرفعوا علي قضايا وروحوا فيها ورا الشمس بيقتلون أهلك. قلت من أهل اللي بيقتلوك؟ قال أكيد أهلك، أكيد عندك أب وأم وأخوان وعمام وخيلان أكيد. قلت لا أنا عندي أخوان من الأب وهربت منهم. قال لا أنا ما أقدر، روحي قبرص، وما كنت أعرف إيش هذه قبرص، روحي قبرص وتزوجي هناك. وهذا بالبداية وأنا بصنعاء. قلت له يا شيخ طب أنا ما عندي جواز، أنا ما عندي، لازم لي ولي أمر يطلع لي جواز وأنا وحدة هربانة. لما بعدين كعيت كعب الفلوس وأعطيت لحكومتنا السرق وجابوا لي بعدين جواز، طلعوا إنه على أساس إنه أبي طلع لي هي، وأخذوا مني بذاك الوقت فلوس بدم روحي. إيش تحسبوا؟ لا القاضي ما هو على حق، اللي يكتب لي القاضي على حق. القاضي لو كان ابن حلال كان زوجني. وحدة تقول له هربانة بترجع دم محلل بتنقتل، خلص زوج استر عليها، خليها تكون زوجة وتخليها تكون أم وتعيش حياتها، لا تجلس كده. يلا معلش. وحدة الحالة قاعدة تصارع مجتمع عربي. حبيبي شكرا يا حبيبي، تسلم الله يسعدك. وحدة بمجتمع عربي قاعدة تصارع على الحياة. أنا لما عشت في صنعاء 6 سنوات، أنا هربت أنا وأختي هذه، أنا عايشة بصنعاء أنا وأختي لوحدنا. تو على بالكم إنه 6 سنوات سكنت ببيت؟ لو كنت سكنت 6 سنوات ببيت أو حتى 6 سنوات ب6 بيوت كنت بعرف وبتأكد إن الدنيا بخير. أنا 6 سنوات سكنت يمكن ب600 بيت، سكنت كل شهر كل شهرين ببيت بدون أسباب. كانوا يطلعون الملاك لأنه بنات لوحدنا. يوم يجي يقول لي ها انتي عاملة ايلاينر، يوم يقول لي انتي مشيتي وريحتك عطر، يوم يقول لي انتي روحتي الساعة 7 بالليل. طب اوكي روحت 7 بالليل ما اختلفنا، ايش دخلت تقول لي خذي عفشك وامشي؟ لا يا ظالم اتق الله. انت مالك على اساس مالك بيت ادو الله باسمه العظيم اعطاكم صواريخ هدت البيوت هذه كلها. الان انت بايش بتتجبر علي؟ بايش بتتجبر؟ ما في مالك من الملاك. ونحن بصنعاء واختي لوحدنا، انا واختي لوحدنا رحمنا، وحتى خلانا سنة واحدة ببيت. كانوا يعدونا لو يجي يتحركشوا فينا، لو ما اخذوا مرادهم يطلعونا من البيت. ما في حد رحمنا. عشان كذا انا مالي اي ولا اي حد. انا ما في حد ساعدني بدنيتي، قصة كنت اتخبط بالدنيا، اتخبط لما الله بعد سنوات من عذاب وتعب وكفاح بالحياة وصلني الآن لا دولة تعطيني أقل شيء، تعطيني بس كياني. دولة أقل شيء تعطيني أقل ما يملك، لي قانون يحميني. خلص أنا 30 سنة بالعذاب، أوكي لو عاد باقي لي 10 ولا 20 سنة من حياتي أعيش فيها بالأمان بالنظام بقانون بدون أذية. that's it. هو هذا. يدعوا علي اللي يسأل ليش يدعوا عليك بالتعليقات، يدعوا علي لأنني أعلم بناتهم الاستقلالية، يدعوا علي لأنني قلت أنا أجيت من أخوان أنجز خلق الله، أخوان عيال الأب اللي هم عيال الأب، عيال الخالة. نحن بالنسبة لهم بنات خالة وهم بالنسبة لنا عيال خالة، عيال الأب. فهم عشان كده، عشان أنا أقول نحن انظلمنا بحياتنا، عشان أنا أقول أختي انقتلت والجيران كانوا ساكتين والحكومة كانت ساكتة، فعشان كده هم يكرهونا، عشان كده هم حد مؤيد لي. لأن أنا أتكلم بأشياء توقعهم، بأشياء فعلا تصير، بأشياء حقيقية، فهم مش متقبلين الحقيقة. شكرا اللي تكتب لي الكومنتات من مليحة. thank you so much. شكرا حبيبي thank you so much. بس أفعالك باطلة. لا أفعالي ما باطلة. أنا بعد تجربتي مع أخوان الأب وقتلهم لأختي وضربهم لأمي وضربهم لبناتي اللي هم نحن أنا وخواتي، أنا الآن بعد ما وصلت ل30 سنة أيقنت إيش هو الظلم وإيش هي الأفعال الباطلة. الأفعال الباطلة مش مثل ما زرعوا برؤوسنا إنه الحجاب أبو 2 يورو ما تحطي على راسك، ولا إنك تلبسي عباية وتلبسي جلباب. لا مش هي دي الأفعال، مش هو ده الحق اللي أنا تأكدت منه إنك ما تظلم الضعيف،
إنك ما تجي على اللي يضعف منك لأنه ما في قانون يحميه، ولا لأنك أنت ذكر والقانون يؤيدك أنت لأنك أنت ذكر. أنا الآن تأكدت وأوقنت 1,000,000% إنه الباطل 1,000,000%. مش إن الوحدة تقول أنا أحب واحد، ولا وحدة بدون حجاب، ولا وحدة تترقص، ولا وحدة تنبسط. لا بالعكس، هذه هي الحياة، هي دي الدنيا، هي دي الحياة اللي الله أوجدنا فيها. لازم نرقص وننبسط ونضحك ونحب ونتمحب وكل شيء حياة يعني. لا، الباطل صح إنك تظلم اللي أضعف منك باسم الاستقواء، باسم القوة. that's it. أما حجاب أبو 2 يورو والله إنه كذب. الكذب هو هذا الحجاب. احنا كنا لابسين وكنا ننقلد. كذب والله العظيم كذب. وانا اعرف ان اللي شاهدوني كلهم عرب. اختي تقول لي دائما يا ليلى لا تقولي كده، بيكرهونك العرب. انا شخص صادق، ما احب اكذب. انا اقدر ما اتكلم على من ناحية الدين، واتكلم على ناحية ظلم الاخوان وخلص وده ست. لا، انا شخص حقاني، ما احب الكذب، ما احب اللف والدوران. ولا تزعلوا مني عادي. انتي حجابك سترك، انا حجابي طول حياتي محجبة وانقلد بدون اسباب. والله لو كنت عاملة نقطة من بحر اللي الان اسويه، الان نطلع بدون حجاب. والان انا احب الان انا لو حبيت اقدر احب شخص، ويا ما حبيت بمصر، وحبيت بالامارات، وحبيت باليمن بصنعاء يعني، ما هو بعدين. الان انا ارقص، الحين انا اسمع اغاني. زمان ما كنت اسمع اغاني، زمان ايام بيتنا ما كنت اسمع اغاني. زمان لما كنت ببيتنا كنت متمسكة فعلا. انا لما كنت اصلي الفرض حق اسبوع. انا ابوي كان يقول ليالي لما صلي حق اسبوع. والله العظيم دي حقيقة، هو ده اللي كنا نحن عليه. بس هو كنا بباطل ازعاج. كل يوم بيتنا ازعاج، كل يوم بيتنا ينكسر برجل ويدخلوا علينا زي الاسرائيليين لما يدخلوا على الفلسطينيين. كل يوم كنا بالباطل هذا. لا الحمد لله، اللي يقول لي الله يقويكي، انا تقويت الحمد لله، وصلت برا الامان وقدمت لجوء. وعلى فكرة قدمت لجوء مش عشان اضطهاد اخوان من اخوان، لا، أنا سمعت إن أوروبا تعطي لجوء للجواز اليمني، فقلت يا بنت تعالي. ولا أنا لو ما كان أوروبا تعطي لليمنيين لجوء ما كنت أقدر أجي، كنت بقيس عايشة طول حياتي بمصر عادي، عايشة بمصر وخلاص. إيش 30 سنة كلها والصلاة ضيعتيها على شهر وخلعتي. الشهر أنا قلت لك بهولندا لي سنة يا غالية. وبعدين أنا من أيام مصر أنا ملبس حجاب. أنا خرجت من اليمن وأنا عدنا بالمطار بيوم 1/2 أو بيوم 2/1/2018، وأنا بالمطار الإيربورت تبع مصر. الحجاب من فوق راسي شلته وحطيته كده. من ذاك اليوم لليوم أنا ما لبست حجاب. يمكن صح كلامكم الحجاب ما له داعي، ما يعني الحجاب ما له دخل، صح كلامكم. بس كذا أنا حسيت إن الحجاب ده لابسته طول حياتي، أنا وأمي وخواتي. ما حد كان ينصرنا، ما حد. حتى الله سبحانه وتعالى اللي يقول يا عبادي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرحمون أو لعلهم يرشدون. نحن طول حياتنا ندعي، الله ما كان يستجيب لنا لأن الله ما عجبنا ونحن ضعاف. الله ما كان يحبنا ونحن ضعاف. لما صرنا أقوياء وهربنا الله وفقنا، وأكبر ديننا وفقنا وصلنا لهنا. ولا لو كنا جلسنا طول الحياة جنب الأخوان دون اللي من الأب ما كان الله وفقنا أبدا. أنا ماني مشركة، لا تطلعوا علي كلام كذب، عيب موجود دحين 1000 شخص على اللايف. لا تكذبوا علي وتقولي الإشراك. أنا ما أشركت، أنا مؤمنة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تكذبوا، بس أنا مؤمنة أكتر إن الله ما يحب الضعيف. أنا هذا اللي استنتجته من حياتي. وبس لا تجي تقولي أنت